كاين أنواع ديال الخوف، ماشي داك الخوف اللي كيتجسد في الصوت ديالك فاش كتكون كتلعثم في الكلام، ماشي داك النوع اللي كيتجسد في الجسد ديالك فاش كتكون كترتعش وانت كتهضر مع شي حد. كاين أخطر خوف هو اللي كيكون عايش الوسط مني، يكون داخل فينا كاملين، ما كيخليناش نقدو نتحاربوا مع نفسنا، ما كيخليناش نزيدو لقدام، ما كيخليناش نحققوا أحلامنا، كيخلينا نكونوا في نقطة أ ونبقاو في نقطة أ، ما نزيدوش الخطوة للأمام. وهادشي اللي غادي نناقشوه اليوم في هاد الفيديو، فما تمشيو فين. انا كنت وحده من الناس اللي كان الخوف داير ليا حاجز بيني وبين احلامي، حتى شي حاجه ما نقدر نزيد ولا نرجع بلاصتي، كنبقى وديما خايفه. كنت ديما راني نخاف من انني نهضر قدام الناس، انني نكون عندي اي معلومه باغا نشاركها مع الناس ما نقدرش نشاركها معاهم. علاش؟ هذا خوف. تاني حاجه، كان عندي امتحان تحط قدامي الورقه ما كنقدرش نكتب، خوف. ما عرفتش علاش. كنت كنخاف من آراء الناس، تشوفني وتقول علاش لابسه هكا، علاش كتهضر هكا، علاش. حتى لواحد النهار قلت يكفي هذا الشيء، الا بقيت بحال هكا ما غادي نزيد حتى شي خطوه لقدام في حياتي، غادي نبقى ديما خايفه، ما غنزيدش لقدام، غنبقى في النقطه ديالي. وانا ما بغيتش نبقى هكا، بغيت نبدل، بغيت نبدا رحله ديال التغيير. واخا طبيعة الحال غادي يبقى الخوف، ما غاديش يتحيد بتاتا، ولكن غنحاولوا نتغلبوا عليه خطوة خطوة، مرحلة بمرحلة، وغادي من بعد نقدروا نتعايشوا معاه. وهذا الشيء اللي غادي نشارك معكم، ثلاثة الخطوات بسيطة اللي خلات حياتي تبدل 180 درجة في طريقة العيش، في طريقة التفكير. وأول خطوة هي خاصك تعترف بالخوف ديالك. تسميه، عطيه سمية، ما تبقيش تقولي غير أنا خايفة وسلام، ضروري تسميه. أنا خايفة من المرتفعات، أنا خايفة من كلام الناس، أنا خايفة من ما نقدش على مسؤولية إلى آخره. ديما كنعطيو للخوف ديالنا حاجة، أنا نخاف ونخاف، ولكن غي انت تقولي انا كنخاف وصافي بلا ما تعرفي علاش كتخافي؟ لا، ما مسلكاش. داكشي علاش فاش كنعترفوا بالخوف ديالنا وكنعطيوه سميه، كيبقى يبان قدامنا، كنقدروا نشوفوه، ولا قدرنا نشوفوه كنقدروا نواجهوه وكنقدروا نتغلبوا عليه وحده وحده. الخطوه الثانيه هي خطوه صغيره نحو التغيير، تكون واقعيه حسن من انك ما ديري حتى شي خطوه نحو التغيير. علاش؟ لان الخوف كيبغينا نكونوا واقفين في بلاصتنا بلا حركه، شافنا في يخلينا في ما يبغيناش نتحولوا من لبي ونبقاو غاديين مرحله بمرحله نحو النجاح. داكشي علاش خاصكم تعلموا راسكم وتولفوا راسكم انكم تبداو مرحله التغيير بخطوه صغيره، غادي تكون بينت لكم التغيير نحو الأفضل. هي غادي تخليكم تحسوا بكسر داك الحاجز اللي كتحسوا به ما بينكم وما بين داك الخوف اللي كتحسوا به. بقى كنعقل انا من الناس اللي كنت كنخاف انني نبدا صناعه المحتوى، ما نقدرش نهضر قدام الناس، نحل الكاميرا ونهضر في فيديو بحال هكا، كنت كنخجل، كنت كنخاف من آراء الناس. فقررت باش نبدا خطوة صغيرة نحو التغيير ونتغلب على هذاك الخوف، هو
أنني نشد تليفوني ونشعل الكاميرا ونصور فيديو صغير، واخا يكون المدة ديالو غير 2 دقايق 3 دقايق 4 دقايق شحال ما قديت، كنصورو وملي كنساليه كنشوفو وما كنوريه لحتى شي واحد، وحتى شي واحد ما كيعرفني انني صورت هذاك الفيديو. بقيت مرة على مرة مرة على مرة حتى لقيت راسي انفتحت وتعلمت بزاف ديال الحوايج. الخطوة الثالثة والأخيرة، حاولوا تخليو الخوف ديالكم يتحول لدافع. غتقولوا لي كيفاش غندير ليها؟ فيما تحسوا بالخوف حاولوا تسولوا راسكم علاش خايفين، وانا متاكده انكم غادي تلقاو الجواب، انكم خايفين من شي حاجه عاجباكم وباغيينها. ملي غادي تقول لي كيفاش انا خايفه من شي حاجه عجباني وباغاها، خاصكم تعرفوا ان الخوف عمره كان عدو، بل هو ديما كيبغي يبين لينا ان هذيك الحاجه اللي باغيين مهمه بالنسبه لينا. غتقول لي ما فهمتش، غنقول لك على سبيل المثال، انا كنقرا خايفه انني ما ننجحش في قرايتي. شنو هو الخوف؟ انني ما ننجحش، ولكن الحاجه المهمه بالنسبه لي هي قرايتي. يعني هادو بجوج هكا. ديما ما تخليوش الخوف في نظركم عدو او عائق نحو تحقيق الاهداف ديالكم والاحلام ديالكم. خليو ديما نظرتكم للحياة زوينة، ديما خليو أن الخوف هو واحد نقطة قوة نحو التغيير، ما تعتبروش نقطة ديال حاجز اللي ما يخليكمش تبداو تغيروا حياتكم وحدة وحدة. ومن هادشي كامل هو ماشي أنكم نساو الخوف وتحيدوه من القاموس، حيث ما يمكنش، فما يمكنش نعيشو بلا خوف، هذه حاجة باينة. والرسالة ديالي في هادشي كامل هو انك تحاولي تعايشي مع الخوف ديالك، ماشي تحيديه من القاموس ديالك، حيث ما يمكنش. حاولي تماشي معاه وحده وحده، خطوة خطوة، باش تقدري تغلبي عليه. فهادشي اللي غيكون في هاد الفيديو هذا، نتمنى يكون عجبكم، وما تنساوش تخليو ليا الاراء ديالكم في التعاليق، وتسناوني في فيديو جاي. دمتم في رعاية الله، مع السلامة.